السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يعتبر خامس يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم بخير يا رب وعلى الأمة الإسلامية كلها. عملنا شوية فول قبل رمضان وخلصوا، ونعمل شوية فول تاني. فالفول الأولاني أنا ما سجلتوش، ما قلتوش فيديو، ما كنتش فاضية وكده. فأنا قلت طبعا احنا بنعمل نص نص كده، ما بنعملش كميات يعني. النص الاولاني خلص بألف هنا وشفا، وعملت النص التاني زي ما انتوا شايفين كده. نقعته بتنقع قبلها بساعتين تلاتة كده، ما تكترش عن كده عشان القشرة ما تفصلش عن الفولية. اهي زي ما انت شايفة كده، شفتي كده نسبة النقع بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ بالمنظر ده. بالظبط سبته بتاع ساعتين، ساعتين ونص كده، بالمنظر ده. هو ده الوقت بتاعه اللي انا سبته فيه. ابتدي بقى عشان بس اسعف واستوي معايا بسرعة. جبت مية مغلية على طول وحطيت عليه، واخده كده بإذن الله. بص ميته رايقة ازاي، اهي شايفين؟ طبعا مية النقع بتبقى لونها غامق شوية، فبندلقها ونحط مية نضيفة. نبتدي بقى نحط طماطمية وليمونة ان شاء الله كده، ونبتدي نحطه على النار زي ما انتوا شايفين كده. ياخد غلوة واحدة اهو زي ما انتوا شايفين. جبت بقى نص كوباية فول مدشوش، ونص كوباية عدس اصفر. دي بقى التكات اللي تخليلك الفول تحفة، زي فول المطاعم بالظبط. تلاقي المية بتاعته كده مش مية زي مية النابت، تلاقيها المية بتاعته تقيلة شوية. في بقى تكة تانية هنعملها، نص معلقة صغيرة بابريكا اهو زي ما انتوا شايفين، انا معاكم خطوة خطوة. ونص معلقة كركم، دي عشان تديله اللون اللي ميبقاش غامق معانا، وتدينا اللون الاصفر بتاعه الجميل ده. ما تخليش الفولة تغمق معاكي لحد اخر شوية فول تخلصيهم. دول زي ما انتوا شايفين كده، الكمية دي نص كيلو، تقعد زي ما تقعد 3 ايام 4 ايام على حسب عدد افراد الاسرة بتاعتك. وابتدي قبل ما تخلص بيوم ولا حاجة، تبتدي تعملي نص تاني. متعمليش كميات وتسحبي عندك الفريزر زي ما قلتلك. انا عندي الفوالة اللي بتاعت الفول صغيرة، فما كانتش تاخد الكمية اللي انا عملتها دي كلها. فجبت حلة عادية خالص، بس غلفت الحرف بورق فويل عشان انا عايزة البخار يبقى جوه الحلة ما يطلعش. هسيبه بقى ساعتين تلاتة على نار هادية خالص خالص. ابتدي اوطي النار زي ما انتوا شايفين كده اهو. وطيت النار عليها اهو. كده بقى بالظبط قعد ساعتين. انا فتحت عليه بعد ساعتين، لقيته ما شاء الله استوى وبقى في منتهى الجمال. بص منظر الفول بقى عامل ازاي، اللهم صل على النبي. يتاكل كده من غير اي حاجه، ما فيش اي اضافات تتحط تاني عليه. اللي بيحبه بقى بطحينه، واللي ما بيحبوش بطحينه، اللي انت عايزاه بقى انت وحريتك. بص الفوله بقت عامله ازاي، اللون بقى جميل ازاي. بص لونها تحفه ازاي اهي. اختبرها قدامكم. ده بالظبط قعد ساعتين. الفوله اللي هي البيضه الحلوه دي ما بياخدش معايا سوا، وبيبقى جميل قوي في التدميس، غير الفوله الغامقه. يعني ما تحاوليش تجيبي فوله الغامقه. هاتي فوله تكون لونها فاتح، عشان الغامقه بتبقى لون الفول نفسه غامق. بصي ما شاء الله اهو زي ما شايفين كده، اختبرتها قدامكم اهو. بصي اهو ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهي شايفين الفوله استوت ازاي؟ شفت؟ بدوس عليها بالمعلقه بتتفتح بكل سهوله اهي. معنى كده ان الفول بتاعنا استوى. تبتدي بقى تدفع عليه، ان انا وطيت عليه النار، وزي ما انتم شايفين كده مغلفه غطا الحله عشان البخار هو اللي بيسويه. ما تسويش على نار عاليه ابدا، عشان ما نقعدش نزود في ميه. انا لا زودت ميه ولا اي حاجه. هي كميه الميه بتغطي الفول قوي، بتخليه عايم ميه في بدايه السوا اهو. شايفين المنظر؟ شايفين الجمال؟ شايفين طبق الفول؟ اللهم صل على النبي. بذمتكم مش احسن ولا احلى من اللحمه ولا احلى من الفراخ؟ ده مش اكل غلابه، ومبقاش رخيص برضه، ما هو برضه من ضمن الحاجات اللي غليت. بس بصراحه
طعمه تحفة تحفة تحفة. انا عملته بطريقة قبل كده في الايام اللي فاتت، ودي تاني مرة اعمله لان الكمية اللي عندي خلصت. بألف هنا وشفا. ودي الكمية عملت نص تاني اهو. شايفين؟ انت بتجيبي نص كيلو فول وتجيبي ربع عدس وربع فول مدشوش اللي هو الفول المفصص. بس انت مش هتاخدي الفول المدشوش كله، مش هتاخدي العدس كله، تاخدي حبة من هنا وحبة من هنا. وخدت بقية الكمية عملت بيها النص الفول التاني اللي انتوا شايفينه دلوقتي. ما شاء الله، بألف هنا وشفا. زبدة مش فول، ده زبدة. خدت طبق الفول بتاعنا اللي هنسحر بيه ونبتدي نحط له الاضافات بتاعته. نحط له بقى عيش الليمون. طبعا الفول بيعشق الليمون والليمون بيعشق الكمون، يبقى ليمون وكمون وشوية ملح. عايزة تحط طحينة حطي، في عندي بيحب الطحينة وفي ما بيحبش الطحينة اهو. زي ما انتوا شايفين كده المنظر. شفت الجمال؟ فولة بفولتها. عايزة تهرسيه، في ناس بتحب مهروس، اهرسيه مفيش مشكلة خالص. وبألف ألف ألف هنا. وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، وبالهنا والشفا. واشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله يعني. يدينا ويديكوا طولة العمر يا رب، ويعدي علينا الأيام الجميلة دي بخير، والفول الجميل بتاع السحور، وأوفر كتير 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 من برا بصراحة. طبق الفول اهو جاهز قدامنا اهو. لسه ما عصرتش الليمونة عشان ابينهولكوا يعني اهو. ادي الفول، الكمون اللي محطوط على جنب ده، وحبة الملح. لسه ما قلبتش اي حاجة، يا دوب حطيت طبق الفول وحطيت قطعت الليمونة ونعصرها. وكل سنة وانتم بألف ألف ألف خير.